مريم، يعني هعود إليكي مرة أخرى، وبما أننا تحدثنا عن التيارات الدينية والسيطرة على المشهد، كيف تابعتي مشهد أول جلسة للبرلمان، برلمان ما بعد الثورة كما أطلقتي عليه؟ كيف تابعتي هذا المشهد، خاصة أن البعض اختلفت الآراء، البعض رأى كان مشهد إيجابي، مشهد ديمقراطي، البعض الآخر رأى مشهد لا يعبر بالفعل عن برلمان ثورة أو برلمان يتسم بالجدية المطلوبة خلال المرحلة المقبلة. بصي، هو احنا عندنا الصورة اللي هي الصغيرة والصورة اللي أكبر شوية. الصورة الصغيرة لو بصيتي بس على شكل البرلمان كده، فهتلاقي إن كل حد مثلا بيزود على مزاجه على القسم، ودي حاجة طبعا يعني حاجة غريبة جدا. إنما لو بصينا شوية للصورة الكبيرة، فهنلاقي إنه ده يعني ده أول برلمان يجي بانتخابات حرة بالشكل ده من مثلا 30 سنة على الأقل. يعني بعد كبت 30 سنة متوقع جدا ان الناس اول ما تطلع كل واحد بيقول صوته بالشكل ده، يعني مش هيحصل الانضباط الا بعد فترة شوية من الوقت. ما ننساش ان في النهاية كل التناقضات اللي احنا شفناها دي كانت موجودة طول الوقت، انما كانت موجودة تحت السطح، لان كان اللي موجود هو الصورة اللي بتطلع في التلفزيون بتاعه تمام يا فندم، وكله بيطلع يقول القسم زي ما هو بالظبط. ما ننساش ده، يعني احنا ذاكرتنا لازم تبقاش قصيرة. احنا كنا لغاية السنة اللي فاتت اللي هو 2010 سوري 2011، فاللي هو اول خالص يعني اول يعني يعتبر اول يناير، فانت فعلا كنت بتتكلمي عن 2010 مظبوط، اللي هو برلمان يعني 2010 ده اللي احنا كنا منتظرين هنعيشه لمده 5 سنين والقدام. فلما نشوف الصوره الكبيره نفهم اللي بيحصل النهارده ونحس لا احنا اتقدمنا خطوه لقدام. طب اكيد يعني. هل ما زلتم متخوفين من جمله سيد قراره؟ هي اصلا جمله غير دستوريه وغير قانونيه اصلا، وده اخترعه الحزب الوطني. يعني حتى الحزب الوطني لما كان موجود بدستور 71 وبقوانينه، هي كلمه غير قانونيه وغير دستوريه وحاجه كده الحزب الوطني كان مألفها. المجلس الحمد لله عندنا التعديلات اللي اتحصلت في الاستفتاء اللي الناس وافقت عليه، فكره سيد قراره كانت بتيجي لتصحيح عضويه الاعضاء اللي كانوا تم بطلانهم في الانتخابات. المجلس المرة دي الأمر محسوم، والنمس تم الاستفتاء عليه إن محكمة النقض هي اللي هتفصل في بطلان أي عضو، وبالتالي فكرة سيد قراره فكرة مستبعدة. الحزب اللي هيلجأ للأسلوب ده أعتقد إن هو هيخسر كتير جدا سياسيا، وخاصة إن إحنا بقى عندنا انتخابات، يعني الناس هتتحاسب بعد 4 سنين على اللي هي عملته في ال4 سنين من بداية أول جلسة. فكيف شاهد العالم أول جلسة؟ كيف تابعوا في ألمانيا الجلسة الأولى؟ نيومي، هل تابعتم الجلسة الأولى للبرلمان، وماذا عن رد فعلكم على ما حدث في هذه الجلسة؟ نعم، كانت الصورة فوضوية بعض الشيء كما تحدثتم. كل أضاف جملة سياسية إلى حد ما إلى القسم، ولكننا لم نرى ذلك سلبا. فالبرلمان تكون، وهذا هو صوت الشعب، وآراءه السياسية سوف تمثل وتطرح للنقاش، وكل هذه الأمور هي أمور إيجابية. الأهم هو أن تكون هناك كيفية بالفعل لإعلاء صوت الشعب، وأن يتمكن كل من قول كلمته. هذا هو المهم في المستقبل. طيب رامي، فيما يتعلق تحديدا، يعني زي ما نيومي ذكرت، في النهاية المجلس حدث فعليا وأصبح هناك مجلس شعب ما بعد الثورة. كيف تعاملت مع ما يتعلق بالمنافسة على رئاسة المجلس ما بين الدكتور الكتاتني والأستاذ عصام سلطان؟ يعني هذا المشهد لم يكن متوقع، خاصة أن المنافسة كانت محسومة منذ البداية للدكتور الكتاتني، وحتى الأستاذ عصام سلطان كان قال أن منافسته فيه على هذا المنصب هي منافسة بهدف تأكيد على مبدأ الديمقراطية وليس منافسة حقيقية. ولكن ما تابعناه في الجلسة أمر آخر. يعني مش عارف الواحد يوصفها ازاي، بس في منطقين هنا. المنطق الاولاني منطق بيتكلم عن الشكل السياسي، التأثير السياسي اللي هيحصل للناس لما هتشوف الناس وهي بتتكلم عن الانتخابات. فكان المفترض سياسيا، الحس السياسي هنا مطلوب ان الناس تبقى متوافقه على رئيس البرلمان والوكيلين، عشان الناس اللي في الشارع المحبطه من نتائج الانتخابات وبالذات ميدان التحرير، ان هم يشوفوا الناس متوافقه، فيحسوا ان الناس دي هتقدر تتحمل المسؤوليه، والناس دي هتقدر تمر بنا بالمرحله اللي باقيه من المرحله الانتقاليه. لكن للاسف
للاسف الشديد جدا اللي حصل من النائب عصام سلطان، وهو ان كان ظاهره الديمقراطيه وان هو بيرسخ مبدا ديمقراطي جديد وتقليد برلماني جديد، لكن هو للاسف مخالف للتقاليد البرلمانيه، خاصه ان المفترض ان ما كانش حد يستجيب له، لان احنا عندنا لائحه بتتكلم ان رئيس الجلسه الاجرائيه هو دوره حاجه واحده، يسمع القسم ويختار رئيس البرلمان وينزل، بس هو ده دوره. انما فكره ان هو يسمح ان الناس تعبر عن نفسها والناس تتكلم دقيقتين عن نفسها والكلام ده، هي فكره اصلا مش موجوده قبل كده، تقليد برلماني مش موجود ومش منصوص عليه في اللائحه، وده الخبره بقى لسه البرلمانيه لسه هتيجي. ولكن اختلفت الاراء على اداء استاذ محمود ما هو سلطان. للاسف ان الاستاذ عصام سلطان بعد ما عمل هو كل اللي عمله ده في الاخر قال بيتين شعر في الدقيقتين اللي عبر بيهم عن نفسه، يعني ما قالش رؤيه، ما قالش تصور. نعم. فهو يعني حاجه غريبه يعني. عفوا، هو وانا بتكلم الحقيقه قلت الاستاذ محمود سلطان بدل ما اقول الاستاذ محمود السقا. اختلفت الاراء عليه. كيف تابعتي اداؤه في هذه الجلسه؟ الحقيقه انا شفت ان اداؤه كان يعني مرضي الى درجه كبيره الحقيقه. هو بس يعني استجاب لغوايه اللغه في التعبير بتاع المبشرين، ال10 مبشرين، ودي ما كانتش يعني بدلا من ال10 المعينين بالظبط، دي ما كانتش موفقه منه. انما غير كده الحقيقه هو كان بيحاول يحافظ على انضباط الجلسه بشكل جيد جدا. لما السلفيين وبالسلفيين ابتدوا يقولوا يزودوا حته بما لا يخالف شرع الله، ابتدى يوضح لهم ان الماده الثانيه موجوده. لما برضو نائب زياد العليمي قال اهداف الثوره يعني نائب اخر رفع برضو اليافطه بتاعت حقوق الشهداء، فوضح ان اصلا المجلس بدا بدقيقه حداد على ارواح وشرع الله تحديدا حدد ان يعني الماده الثانيه من الدستور المعطل بالفعل بترد على هذا الامر يعني بالظبط. يعني هو وضح الحقيقه، كان دايما يعني بيوضح لكل حد، وكان بيحاول يبقى في جو توافقي جوه اول جلسه. فالحقيقه شايفه ان اداؤه كان موفق الى حد كبير يعني. طيب احنا عايزين نتحدث عن القضايا المختلفه التي من المفترض ان يتم فرضها في هذا البرلمان، ولكن الشباب في المانيا، ما هي طبيعه او نوعيه القضايا التي يتم فرضها في المانيا؟ نايومي، ما اولوياتكم في تحديد قضايا برلمانيه معينه؟ كل الموضوعات تناقش في البرلمان، فالعمل يسير في البرلمان وفقا لجان اقتصاد ولجان العمل، وهي 22 لجنة مختلفة، ويمكن بالطبع تغيير الخطط، وكل عضو له الإمكانية إذا وفقا للجنة التي يعمل فيها وأن يحدد أفكار، والشباب يمكن أن ينقل هذه الأفكار عن طريق الممثلين في البرلمان، إما أن ينقلونها كما قلنا عبر البرلمان أو حتى الجماعات الشباب الموجودة في الأحزاب، كما قلنا أنها تحوي شبابا تزيد أعمارهم حتى عن 30، فهؤلاء ينقلون بدورهم أيضا أفكار إلى البرلمان، أي أنه إما من خلال هذه الجماعات داخل الأحزاب أو مباشرة إلى أعضاء البرلمان. وهناك إمكانية أيضا من خلال السياسة المحلية الخاصة بالولايات المختلفة، حيث ينقل الشباب أفكارهم وفقا للترتيب التصاعدي أيضا وظيفيا إلى البرلمان. نايومي، تحاولون إيجاد طرق مختلفة لإيصال صوتكم داخل البرلمان، ولكن هل هذه القضايا بالفعل يتم فرضها ويتم أخذها بعين الاعتبار؟ الأمر يعتمد بالطبع على الموضوعات، فحاليا في ألمانيا المسائل المهمة هي مسائل السياسة المالية، وفي عام 2009 على سبيل المثال كان هناك احتجاجات من الطلاب حيث فرضت رسوم عالية على الدراسة، وقام الطلبة بالاحتجاجات والمظاهرات، ولم يكن هناك أحد ليستمع إلى هذه الأفكار، بل أن الرسوم طبقت بالفعل على خلاف رأي الطلاب، واختلفت النظام من حيث درجات البكالوريوس والماستر وما إلى ذلك، أي أن الأمر يختلف من حيث الموضوع إذا ما كان صوت الشباب يسمع فعليا أم لا. نعم. رامي، نايومي ذكرت اللجان داخل البرلمان ودورها، هل كان هناك صدمة فيما يتعلق بالترشيحات على رئاسة اللجان داخل هذا البرلمان؟ كان من المتوقع أن الشباب ربما يكون لهم دور أو شكل من أشكال التوافق على بعض الأسماء الشبابية؟ ده حقيقي، يعني حصل اصلا خلاص ان هم اتفقوا على اللجان، بس كمان في حاجه مهمه مش عايزين نتغافلها، ان عدد الشباب الثوره اللي نجح في البرلمان قليل جدا.
يعني بيتعدوا على اصابع الايد يعني هي نسبه وتناسب كان من الطبيعي انهم لن يمثلوا في رئاسه نتائج الانتخابات ملهاش علاقه بالمفروض يحصل. هي الديمقراطيه بتفرض الياتها غصب عن الكل. لكن في ناس محسوبه على الثوره خدت مواقع، بعض اللجان خدت مواقع كويسه جدا. احنا عندنا 19 لجنه، الحريه والعداله ركز على اهم 6 لجان، وهم فعلا اهم 6 لجان، اللي هي لجان الخطه والموازنه والامن والدفاع القومي، الاقتراحات والتشريعيه والدستوريه، ودي لجان خطيره جدا بالنسبه للبرلمان ده بالذات، وخاصه اللجنه التشريعيه والدستوريه والاقتراحات والشكاوى بخصوص فيما يتعلق بالجمعيه التاسيسيه لوضع الدستور. ودي واحده من الموضوعات الخطيره جدا اللي هتبقى موجوده في البرلمان اللي جاي. مش عارف في امكانيه الواحد ممكن يقول كل قضايا من اللي تتناقش نعم. يعني لجنه التاسيسيه بتاعه الدستور، عندنا مشكله كمان في الامن، عندنا مشكله في الموازنه، عندنا مشكله في القرض اللي احنا هناخده من الصندوق الدولي، وللاسف القرض جاي لدعم الموازنه والديون اللي علينا، مش جاي لدعم المشروعات الصغيره. عندنا مشكله البطاله. طبعا انا براقب البرلمان من سنه 2007 باعتبار المشروع اللي انا شغال فيه اللي هو مشروع مراقبه الاداء البرلماني. كان عندنا دايما مشكله التعليم والصحه والبطاله والكلام ده كله، وكانتش كمان بتاخد الاهتمام المناسب، ودايما بتاخد القضايا الفرقعه الإعلامية. لكن هل من السهل متابعه اداء البرلمان؟ هو للاسف الشديد جدا في مصر صعب. احنا عندنا عاده برلمانيه ان المجلس طول الدوره البرلمانيه او الفصل التشريعي بيتدلع، بيناقش طلبات احاطه وحاجات ما لهاش لازمه، ويجي في اخر شهر يجي موافق على 10 15 قانون زي اللي حصل في اخر برلمان اللي هو 2005 2010. في اخر اسبوع وافقوا على قانون التامينات الاجتماعيه وقانون الضمان الاجتماعي في يوم، والقانون مكون من 180 ماده ناقشوه في يوم، 180 ماده اتناقشت في يوم. ودي كانت عاده برلمانيه على طول، ان هم طول البرلمان عمالين يتباطؤوا ويتعمدوا البطء، ويجوا في اخر 10 ايام يجوا موافقين على 10 15 قانون. يعني رامي الحقيقه انت يعني بترى ان رئيس اللجنه هو اهم من رئيس البرلمان ككل، يعني هذا رايك. انا عايز اعرف اذا كانت مريم بتتفق معاك في هذا الامر ام لا. لا، هو انا يعني الاول كنت عايزه اقول ان بالنسبه لاداء البرلمان فالمفروض حتى لو جميع البرلمانات كان ده ادائها، فالمفروض ان ده برلمان مختلف بالظبط كده، ولازم هم يبقوا فاهمين ده، ولازم ادائهم يبقى مختلف، يعني ده لازم، يعني ده مبدئيا. أنا كنت لسه كمان يعني قارية عن مبادرة جديدة لتعديل اللائحة والقانون جوه البرلمان، واتنشرت في المصري اليوم. طبعا احنا برضو قبل كده ما كناش بنسمع طبعا الحاجات دي كانت من المستحيلات أصلا. فمنها مثلا إنه جوه يعني من التشريعات شايفة اللي هي فعلا ممكن يبقى لها مردود كويس جدا، إن جوه اللجنة لو اللجنة بتتناقش في موضوع وفي أقلية، والاقليه دي يعني ثلث اللجنه، يبقى من حقهم ان الاقليه دي تمثل، يبقى في حد يتكلم عن رايها جوه البرلمان وهم بيعرضوا المشروع على البرلمان ككل مثلا. ففي النهايه الدوائر الصغيره اللي هي اللجان هي اللي يعني لما دي بتظبط وبينضبط عملها، الدايره الكبيره بتنضبط برضه. طيب دعونا ننتقل الى المانيا سريعا واخيرا. نايومي، هل من السهل مراقبه اداء البرلمان في المانيا؟ أعتقد أنكم تحدثتم في مسألة مهمة للغاية، لا سيما المعلومات المتداولة، وأنا كصحفية أعتقد أن دور الإعلام هو مهم للغاية في هذه المسألة، لا سيما في مراقبة السياسة والإعلان عما يحدث في البرلمان. والصحفيون بإمكانهم أن يتابعوا هذه المسائل ويتحدثوا عن رجال السياسة ويستطيعوا أن ينتقدوا الأمور التي لا تعجبهم. وأعتقد أن هذا هو دور الصحافة ودور الإعلام، وهذا هو أحد الأعمدة الرئيسية في الديمقراطية، الإعلام الحر. نعم. وأعتقد أن رجال الصحافة والإعلام في مصر لا سيما الصحفيين نعم. على وجه الخصوص يجب أن يتمكنوا من ذلك. أنا بشكرك شكرا جزيلا نايومي كونراد، صحفية حرة، كنا معك عبر الأقمار الصناعية من ألمانيا. شكرا جزيلا لك. وبشكر أيضا ضيفي في شباب توك من القاهرة. بشكر رامي حافظ وهو باحث برلماني بمؤسسة المعهد الديمقراطي المصري، وبشكر أيضا مريم النقر وهي المعيدة بكلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية بجامعة القاهرة. شكرا جزيلا. مشاهدينا بشكر حضراتكم أيضا. اللقاء يتجدد الأسبوع القادم في نفس الموعد. إلى اللقاء.